نبدأ الحكاية بتاعتنا. حكايتنا بقى أول فيلمنا بيبدأ مع راهبة واللي راجعة بالحمار بعد ما خدت الحمار في جولة سياحية وسط الغابة، والراهبة دي بقى كانت بتتكلم مع مديرة الراهبات يعني، وبتقول لها إن هي عايزة تتجوز وإن هي زهقت من كونها راهبة وإن هي نفسها يبقى أم وكده، فبترفض. وبنعرف إن البنت دي اسمها لويزا وهي اللي بتصرف على الدير لأنها بتعمل شوية منسوجات وكده، والدير بيروح يبيعها وبيصرفوا عليهم. بعد كده بقى كل الراهبات بيتكلموا عنها وإن هي راحت قالت للمديرة إن هي عايزة تتجوز، وطبعا بيجي بقى المديرة وبتقول لها اللي هو في المستقبل يعني باذن الله والدها بيجي يزورها زياره، فبتقول لوالدها هي كمان او هو كمان ان هي نفسها تتجوز وان هي نفسها تخرج من هنا. لكن والدها طبعا لما بيسمع سيره الجواز ومصاريفه وكده فبيقول لها انا دخلتك تبقي راهبه علشان ما اصرفش عليكي اصلا لان احنا مش اغنياء. المهم بقى صاحبتنا بتزعل على الاخر لان حياتها في الدير كانت حياه الرهبان، كل اللي عليها ان هي بتاكل اكل زهيد جدا بسيط جدا 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 وكانه تطعيم، وماشيه بقى مش شايفه في وشها والزعل باين عليها. عايزه تتجوز يا جدعان، لقيت بقى راجل جنايني كده بيبص لهم، فراحت هناك ومسكوه هي والبنات او الراهبات اللي معاهم ومسكوه رنوه حته علقه ان هو بص عليهم. المهم بقى الراجل اتكلم بقى مع اللي هو الاخ توماس او الراهب توماس اللي هو بيشرف عليهم وقال لهم سكه السلامه انتوا، انا مش شغال معاكم يا شويه ناس مجانين. وبنيجي بقى لصاحبنا رودolf اللي كان شغال عند الملك ساقي الملك، وكان بيسقي الملك بالنهار لكن بالليل طبعا كان بيعمل ايه بالليل؟ تعالوا نشيل مع بعضينا نشوف. صاحبنا بالليل كان بيسقي الملكه يعني بيسقي الملك في النهار وبالليل بيسقي الملكه على طول، وبنعرف ان هو في علاقه غير شرعيه مع مرات الملك، لكن الملك كده مره واحده بيدخل الاوضه وبيلاقيه فبيهرب بسرعه صاحبنا، والتانيه بتقول له طب خليه يكمل الاول بعد كده خليه يجري وراه، ده انت الملك مالكش لازمه. صاحبنا بقى راح ينام بسرعه لكن الملك شاف ضربات قلبه سريعه، فالملك قص حته من شعره على اساس ان هو يعلمه الصبح، يعني مش عارف هيستنى عليه للصبح، واخدين بالكم يعني مش يشده من قفاه دلوقتي. المهم بقى صاحبنا طلع ذكي فقام فقص شعر كل الناس اللي قاعدين. الملك جه يدور عليه الصبح لكن لقى كل القصات متشابهه لان صاحبنا قص شعره زي الكل. طب ما انت كنت مسكته يا ملك ولا انت ملك اوراني؟ ما ليه حق تخونك بصراحه. المهم بقى الملك بيتكلم معاها وهي بتتكلم معاه بكل برود وجحود، لكن برضه بالنهار بتبقى هي شرقانه على طول يعني، فبتمسك الولد علشان تديله واحده كيس اور لبس يعني. فالملك بيبص من بعيد فبيلاقيه فبيقول له هو انت اللي كنت بتسقيني الميه بتسقيها دلوقتي اللبن ده ما علينا. المهم بقى صاحبنا بيهرب على طول والحراس بيجروا وراه في الغابه، وهو بيمشي هناك فبيلاقي ان الراهب توماس المنسوجات اللي هم جايبها عشان يبيعها غرقوا في النهر، فبيساعده وبيطلع العربيه وبيطلع المنسوجات. بعد كده الراهب بيساله هو منين فبيحكي له حكايته لكن طبعا بيخبي عليه اي حاجه، فبيقول له ايه رايك يا حبيبي ان انت تيجي تعيش معانا لان عندنا جناين بستاني مشي فانت شيل الشغل مكانه، لكن عشان تشتغل في الدير لازم تعمل نفسك اخرس ما بتتكلمش ولا بتسمع. فوافق صاحبنا على طول بقى، ما هو ما عندوش مكان يروح هناك، فراح بقى للراهبه اللي هي المديره وقال لها على كل حاجه وان ده شاب ما بيسمعش ولا بيتكلم يعني، فوافقت على طول ان هي تشغله عندها وبتقول يا عيني يا ابني ده واضح ان هو حالته صعبه يعني، وبيروح هناك يشتغل هناك. واول ما بيروح هناك على طول في راهبه من الراهبات على طول بتشوفه وبتقول له هو انت مين، لكنه مش بيرد عليها لانه ايه اخرس، ما بيقولهاش حاجه خالص يعني. المهم بقى صاحبنا بقى هو ماشي فبتلاقي البنت اللي نفسها تتجوز دي فبيجي عينها عليه، هي وصاحبتها على طول بييجوا بقى يمسكوا التوريه واللي هم هيذبحوه هيضحوا بيه يعني. فالمديره بتقول لها لا 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 والله ده ما حرام، ده شاب جبناه هنا يشتغل. فقالت له والله شاب، قالت له لا بيسمع ولا بيتكلم ولا اي حاجه فمش هيكلمكم، عايزين يقتلوه. بعد كده بقى المديره اتكلمت معاها وقالت لها انا عارف انك هيجانه وعايزه تتجوزي لكن مش دلوقتي. المهم يا صديقي بقى انت لو وصلت معايا للنقطه ديت ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناه، يعني بتبقى لحد دلوقتي معايا وما تعملش اشتراك. المهم بتخش له الراهبه التانيه علشان تعتذر له وبتتكلم معاه باحترام كده وبتعتذر له ورغم ان هي عارفه ان هو مش بيسمع. بعد كده بقى بتبدا تحكي له مشاكلها. صاحبنا في الاول كان خايف منها لكن بدات تتكلم وتحكي مشاكلها ان هي نفسها تتجوز وان هي وهي مش عارفه ان هو ده كله بيسمع. بعد كده بيتكلم مع الراهب توماس والراهب توماس بيعتذر له لكنه بيقول له ان هو ولا اعتذار ولا حاجه وان هو حابب الحياه هنا وان هو هيكمل هنا معاهم. في واحده من الراهبات بتمسك كتاب سحر، ده انا كده واحد دخلنا في الشعوذه. بعد كده بقى بيقرروا ان هم يجيبوا بنت من الراهبات اللي هناك وبيجيبوها وبيقفشوا لها رمان البلي اللي عندها. بعد كده هناك وهم قاعدين بقى بيبداوا ان هم يغروها، هم مش هيعملوا فيها حاجه وحشه، هم بس كانوا شرقانين شويه، وبدا كلهم ان هم واحد ورا التاني يخش عليها ويعملوا معاها شاي بلبن مع انه كله لبن بلبن يعني. المهم بقى الراهبه التانيه بتيجي تساعده في الشغل البستانه يعني، وهي قاعده بقى بتساعده مره واحده بنلاقيها ان هي بتقول له جو حر قوي وبتشيل الطرحه. بعد كده بقى بتنظر له نظرات البنت دي اللي عايزه تتجوز واخدين بالكم، وبيعملوا واحد بقى شاي بلبن وبيديها اللبن اللي هي عايزاه ما شاء الله عليها يعني. بعد لما بتقعد فوق كده بتقول ايه ده، بقول لك ايه اوعى تقول لحد على اللي حصل بينا وكده، لكنها بتمشي وهي مبسوطه وبتقول له احلى لبن والله العظيم. المهم
بتروح لباقي الراهبات اللي هم كانوا قاعدين هناك واللي كانوا عاملين يتكلموا على اللي حصل بينهم امبارح، وبتقول لهم هو انتوا عملتوا لي ايه كده امبارح؟ فكانت مبسوطه يعني. وبتجي لهم الاخ الثانيه اللي هي برضه مبسوطه لسه، يعني هم كلهم اتبسطوا مع بعضيهم، دول بنات مع بعض وديت خدت بقى من الواد الثاني انبساط يعني. وبنلاقي بقى البنتين التانيين اللي هم راهبتين برضه بيعملوا حركات سحريه كده. بعد كده بقى بيعملوا طقوس سحريه، وبيروحوا لمين؟ لصاحبنا رودolf، وبيقولوا له تعالى، وبيمسكوا السكينه وبيحطوها على رقبته وبيقولوا ما تعملش اي صوت ولا اي حاجه. وبيعملوا معاه واحد شاي بلبن، لكن اثناء الشاي بلبن بيسيبوه كده مره واحده وبيسيبوه وبيمشي ولا عايزين اي حاجه خالص. وبعد كده بيطلعوا فبيقابلوا الراهبه اللي هي عملت معاهم شاي بلبن، فقالوا لها احنا كنا بناخد لبن تاني يعني. المهم بقى صاحبنا راح يتكلم مع الراهب توماس، واللي بيساله برضه عن احواله ووضعه هناك، فبيعجبوا بيقول له انه كله تمام. ما كله تمام، ما في واحده راحت تركب القطر 7 الا تلت اهي دلوقتي، والراهبه راحت تركب القطر 7 الا تلت اللي هي نفسها تتجوز. فبتدخل مديره المدرسه جنبيها ومش واخده بالها ان هي راكبه القطر يعني. فالمهم بقى بتقول له اهرب بسرعه، وبيروح يهرب وهي بتروح تقعد جنبه، والمديره تحس ان هي اللي عاميه وما بتسمعش يعني، مش فاهم ازاي. بعد كده الراهبه اللي هو اتقفش لها الرمان البلي بتاعتها بتروح تطلب الجواز لانها عايزه تبقى عفيفه، فالراهبه المديره بتزعق لها على طول. المهم بقى دي صاحبتنا بتبقى زعلانه لانها اتقطعت اثناء العلاقه يعني. بعد كده بقى البنت التانيه بتروح تعمل سحر زي البنتين التانيين، وبتقرر ان هي تروح لمين؟ رودولف. وتروح لرودولف عشان تركب القطر هي كمان، لكن رودولف بيبص لها كده وهو خايف ومش مستوعب، فبيقول لها معلش هو انت بس بتعملي ايه؟ انا بس عايز افهم انت عايزه ايه بالظبط. فقالت له والله انا زمايلي ركبوا القطر 7 الا تلت، فانا قلت اركب القطر الساعه 8 بقى. المهم بقى بتمشي على طول، فبيجي بقى البنتين اللي هم التانيين اللي هم الراهبتين اللي هم بيستخدموا السحر وبيكتفوه، وبتقول له طب انت هتكتفيه تعملي ايه بالنظره بتاعتك وعضله الشفايف دي؟ ما اعرفش. المهم بقى بتاخده كده وبيعملوا عليه طقوس سحريه، وبيقرروا ان هم هيقتلوه ويضحوا بيه. فبقى الراهبه التانيه اللي هي بتركب القطر على طول ديت شافت المنظر من هناك، وقالت كله بقى القطر بتاعي، وراحت هناك علشان تنقذه من ايديهم اثناء لما كانوا لسه هيذبحوه ويضحوا بيه. واثناء لما صاحبنا كان بيعيط خلاص لانه خلاص كان هيموت خلاص، ما تسترجل يلا. بتيجي بقى الراهبه اللي بتركب القطر على طول وبتعمل ايه؟ وبتنقذه منهم، وبيروحوا كلهم بقى يجروا مره واحده يصحوا الراهب اللي هو القس الكبير يعني، واللي هي المديره، وبيحكوا لها كل حاجه، والحقيقه بتتكشف، وبقى بيجيبهم واحد ورا واحده علشان يقتلوا الاعترافات بتاعتهم. كل واحدة ورا التانية بتيجي بقى تقول الاعتراف، ودي بتعترف ان هي ركبت القطر 4 مرات بس، لكن المرة الخامسة اتقطعت فيها للأمانة يعني. المهم بقى بيحكم عليهم كلهم، لكن بيطلع مره واحده فبيلاقي ان قصه توماس هو كمان في علاقه غراميه مع مديره المدرسه، فبيرسله كده بيقول له هي ناقصه نجاسه بقى. المهم بقى صاحبنا التاني على طول او راهبات كلهم الاول كانوا متجمعين وقالوا ان كده الولد اللي رودولف ده راح في 60 داهيه بسببنا، وان احنا لازم ننقذه، اللي هو اصلا كان الملك قفشه مره تانيه. وبيقول له بقى انت ركبت مراتي، انا بقى اركبك خازوق زي سليمان الحلبي، انا هخلي كل اللي في القصر يديك الخازوق. فبتيجي بقى الراهبات التانيين وبيقرروا ان هم ينقذوه، وبالفعل بيقتحموا القصر كراهبات وبينقذوه، وبيعيشوا هو وهم والراهب توماس ومديرة المدرسة الانجاز كلهم مع بعضهم.